عقلتي اول مره درتيها؟ وياه ديك النشوة دابا ولات بحال الزومبي. فين وصلتي؟ بديتي كتقلب على العنف في التين، وليتي كتقلب على المثليين. او المثلي انت شكون انت كي عرفتي هادشي بعدا؟ كنت غريق بحالك ولكن عامين ما مارستهاش ملي عرفت هادشي. غنعطيك طرق غيخلصوك منها 100%. واش غيوقع لك ملي غتحبسها؟ ولكن دابا اسمح لي غنخلعك. عرفتي قوم لوط كيفاش زعموا على بعضياتهم؟ وياه لقيتيني كتسائل، ما كانت لا انترنت لا والو، زعما الله خلقهم هكاك. كان عندهم الشجار والخير واللي داز ياخذ، ولكن جات واحد المجاعه. اش غندير غنموتوا بالجوع؟ ناض واحد قال لهم الا ما بقيتوش كتخليو الناس ياخذوا هادشي اللي عندنا غيكفينا تتسالي المجاعه. والله الا فكره زوينه هذيك، ولكن كيفاش نحبسوه؟ قال لهم اللي خدا شدوه نكحوه وغرموه ب4 دراهم. حتى انا بحالك والله ما عرفت علاش 4 دراهم ما كفاهمش. طبقوا هاد الفكره والناس تخلعات. وفعلا كفاهم داكشي، ولكن ملي سالات المجاعه الفيس وحد لقاو راسهم دوروا بيناتهم. حاشا لله يخلق فيهم داكشي. ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. انت اللي هامني، ولا عندك شي انجذابات غير طبيعيه كتحشم تقربهم قدام صحابك؟ كيعجبوك شي حوايج ما كيعجبوش الناس العاديين؟ اللي كيخلع وسمعتها من عند بعض الناس كيبداو يتفرجوا في داكشي شويه ما تيبقاوش يقدروا يكملوا فيديو عادي، كيبقاو ينقزوا اللقطات شويه تيدوزوا لداكشي اللي عنيف وكيوليو يثيروهم شي اعضاء اللي ما كيثيروا حتى حد. واحد شويه حتى العنف تيولي ممل، تيبقاو يقلبوا على اعنف لقطه في الفيديو. اللي كيخلع هو اللي كيجي مور العنف. كيبداو يتفرجوا في واحد راكب على واحد. واش عرفتي ملي كتشرب من الماء د البحر اش كيوقع لك؟ راه هذا الشيء ما كيساليش، ما عندوش حد. حيت ملي تيبدا يتفرج في المثليين تيولي يجلس مع صاحبه تيبداو يجيو دوك التخيلات شويه شويه راه ما نبقاش نزوق لك الواقع، راه علاش كثروا في نظرك؟ لا انا كنتفرج في البنات بما نتزوج وصافي. ويلي على المثليه كاع نفس هاد الهضره كانوا تيقولوا تلقاو راسهم في شي حوايج. هذه حاجه مازال ما نعطيكش الحلول تعرف فين خشيتي راسك بعدا. الحاجه الثانيه نسولك، اش كيعرف عقلك على الجنس؟ عمليه بين جوج الناس سواء المتعه سواء الولاده، ولكن المشكله العقل كيتاقلم. وجيتي انت كتفرج في زاني كيزني مع زانيه، اييه نسمي كل حاجه بسميتها. ما كايناش علاقه جنسيه، مجوج نكاح ما مزوجش زينه. سالات الهضره شويه بشويه كيبدا يتبرمج عقلك انك انت متفرج. اما تستغربش العقل الباطن ديالك ذكي ولكن بدائي في نفس الوقت. ودابا تخيل معايا اول ليله في عرسك تجي انت ومرتك، عقلك تيقول اش هاد الشيء فين هو خونا انا اللي غندير؟ طبعا ما كتفكرش انت في هاد الشيء، انما عقلك تيتخربق وما تيوليش عارف شنو يدير. تيبدا يدير العنف اللي كان كيشوف، وطبعا ما غيصدقش حيت داك الشيء غتمثيل وما العنف ما كيعجبش المراه من غير لا كانت هي كتفرج. تيولي يقارن هادي بهادي. طز قلبونا. المصيبه انه ماشي الخلل في الجسم ديالك انما في عقلك. كتولي تقذف دغيا ومن بعد نتمتع دغيا. الا كانت كتقوم الليل وتصوم الصباح عندها احتياجات ما غتخونكش، ولكن تخيل دوز حياتك كامله مع وحده فين ما دير تخليك تتقرب للشوا تقول لك صافي بركه بركه. ايوا راه هي هذه. الحاجه الثانيه هي انك ما غتمتع. الزواج كيكون عباره على مشاكل. اخر حاجه واخطر حاجه قبل ما نعطيك الحلول، تخيل واحد الهرمون هو اللي على ودو قايم هذا القيام. اللي باغي الفلوس على ودو، اللي باغي الجنس على ودو، اي حاجه باغيها شي حد على ود هذا الهرمون الدوبامين. بلاتي هرمون د المتعه، ولكن د حاجه اخرى. اسيدي الدوبامين غادي في واحد الخط، الا طلع فوق الخط كتفرح، الا هبط تحتو كتقلق، الا بقى الوسط راك عادي. كتسالي لونطرينمون في لاصال شي حصه مزيانه كتحس بالراحه. هذاك الدوبامين طلع من لاصال واحد شويه غير رجع بلاصتو وغتحس براسك عادي. الا مارستي الجنس ماشي كيطلع ولكن واحد شويه كيرجع بلاصتو. ولكن كتجي العاده السريه الاباحيه بجوج كتطلعوا اكثر من انك مارستي الجنس. يعني الا مارستي العاده ودرتي الجنس موراها ما غتمتعش به. ولا المشكله ماشي هنا، ملي كتساليها ما كيرجعش الدوبامين لبلاصتو للخط. قد ما كانت تطلعها قد ما كتكون الهبطه. هادشي اللي كيفسر علاش كتندم ملي كديرها. كتسالي كدوش الدوبامين راه لتحت كيبدا غادي راجع لبلاصتو. كتجي انت تعاود تمارسها كيطلع وكيعاود نفس العمليه. والله ما بغيت نخلعك، ولكن داك الخط اللي كيمثل الحاله العاديه مع الوقت هو الخط كيطلع الدوبامين لتحت الخط فوق منه. اش كيعني هادشي؟ راك مقلق كتمشي تريني باش تطلعو ولكن كيطلع شويه ما كيوصلش للخط وكيرجع. يعني ما غتفرحش مور لونطريني. الجنس ما كيوصلوش للخط كيرجع، ما كتفرحش حتى بالجنس. هادشي اللي كيفسر علاش شحال من واحد كيتزوج وكيبقى كيديرها. وما حدك كتزيد تمارسها ما حدك الخط كيطلع. ولكن المشكله حتى الا رجعتي ليها كتلقى انها ما كتطلعوش بزاف، يلاه كتفوت الخط بشويه ما كتبقاش تمتع بحال كي كنتي. كدير جوج د الحوايج،
يا كتبدا تطرف كتمشي للمثليين وداك الشيء وهادشي دوينه عليه، يا كتبقى ديرها بلا متعه بلا ما تحس بوالو. المشكله في الحالات بجوج، الدوبامين الحوايج الطبيعيه ما عمرو كيفوت داك الخط اللي طلعتي، يعني ما غتبقى تتمتع بحتى حاجه، غتولي حياتك جحيم. ولكن انت في اظلم ليله كتطلع الشمس، ما يمكنش نبقى نخلع فيك، الا حبستيها كيرجع الخط لبلاصتو. والخبر الزوين انه كيما الخط كيطلع كيقدر يهبط. هادشي الا بعدتي من اي حاجه كتعطيك اشباع فوري بلا ما دير مجهود. البلاي الاباحيه بزاف راك عارف اش غيوقع الا هبط، كتولي تمتع باي حاجه وفرحان اغلبيه الوقت. عطينا نحولوا للشريف صافي. اكبر غلط كدير هو باغي تخلص من اللعاب. ها كيفاش اكبر غلط علاش باغي انت نديرها؟ انت ما فاهمش اصلا العادات. تعقل في 1955 في الحرب ديال فيتنام، ميريكان لاحظت واحد الحاجه غريبه، الجنود ديالها ما بقاوش خدامين مزيان، بداو تيقلبوا ولقاو المشكل هو البليد، كلهم تبلاو بالكارو. الشريف خاصنا نجيبوا الجنود ديالنا نعالجوهم ونردوهم. فعلا جابوهم ولكن تعالجوا ويلا جاي خليه يشوف عائلته. الصدمه ان دوك الجنود ملي رجعوا عند عائلاتهم ما بقاوش مبليين، او بين ليله ونهار مشات البليه. والله الا مزيانه جاتهم من الجنه والناس، خلاهم مع عائلاتهم واحد شويه ورجعوهم لفيتنام. ولكن مع وصلوا عادت حليمه لعادتها القديمه. خرجوا خبراء العادات وقال لهم حبس، عرفنا المشكل فين كاين. تما راه كاين اشارات الملل والستريس د الحرب، هنا راه ما كاينينش الاشارات، ما كيلقاوش علاش يتبلم. هذا الشيء عرفتك عارفو انت اللي ما رديتيش ليه البال انهم ملي كيرجعوا كيلقاو عادات قديمه، يعني مستحيل تخلص من العاده، كتستبدلها بوحده اخرى. دابا غنتوقع شنو دير مورا الفيديو وكنتحداك يكون هادشي غلط. غتسالي هاد الفيديو وانت كتقول والله تا غدا صافي غنرجع من المدرسه لاصال النعاس، ما كاينش وقت ليه. فعلا الغد ليه كيوقع هاد الشيء وما كديرهاش، ولكن بعد غدا كتجي من المدرسه كتقول البارح هاد الوقيته كانت عندي لاصال، دابا راحه نشد على شي سيري ونتجبد. ما كتسالي ديك السيري حتى كتقول فو كيديروا بالعاني ديك اللقطات باش نوض نديرها. المشكله هنا انك غير كتعمر وقتك، ووقتك شحال ما عمرتيه غتجي واحد الوقيته غير فوق وغديرها. يعني الطريقه الاولى ماشي تعمر وقتك، بني عادات. العاده كتدار كل نهار في نفس الوقيته. الحل الثاني هو الرياضه، ولكن ماشي حيت تخلصك منها. تخيل تقوم السطل وحطيتو تحت روبيني مجهد، راه واخا السطل متقوب ما غيخواش من غير ناس ديت الروبيني، وإلا كانت تقبه صغيره السطل غيعمر. تخيل راسك انت هو السطل وديك التقبه هي العاده السريه، والماء هو الطاقه ديالك، وداك الروبيني هو الرياضه. انت لا ما قدرتيش تخلص منها غتخليك الرياضه واقف. نسيتي الحل الاولاني اللي قلت ياك؟ ما نسيتيش؟ ماشي مشكل نساه ولا ما تنساش، نسى حتى الرياضه. استوعب غير هاد جوج حلول اللي نقول دابا حيت هما لا يعتقوك. اول حاجه في حاله ما كنتيش عارف قوه الاراده، عضله مالها عضله، يعني ضغطتي عليها غتعيا. دابا تخيل واحد الدري 12 عام وهو كيمارسها وبغى يحبسها واحد النهار، الغد ليه خارج يتسخر يلا كيدوي مع مول الحانوت كيشم شي ريحه، ريحه دوراتو شافها تخيلها عبرها. سمحوا لي على المصطلحات، خونا قال في نفسه ما عند الله خير وابقى، وصبر. رجع تغدا وتكا دار فيلم كيتفرج فيه، دازت اللقطه الاولى برك جوج مرات، دازت اللقطه الثانيه شافها شويه وحيا، دازت اللقطه الثالثه قال ان الله غفور رحيم. ولكن راه مازال صابر ما دار والو. العشيه خرج مع صحابو للكورنيش، تما خونا بدا يتزير، شو هاديش لابسه شو هاديش لابسه، طلق عينيه مزيان. ملي جا في الليل بغا ينعس قال نشوفوا شويه الانستغرام عاد نعسو. عاد الخول بداو كيطلعوا ليه هو زبرها. نسولك علاش في الصباح صبر وما دارهاش وفي الليل ما قدرش يصبر؟ لا لا ماشي دوك اللي شاف في الليل احسن من ديال الصباح، انما داك الشهر ديال قوه الاراده خوات ما عنده ما يدير. مازال ما تيقتيش باللي الدين ما جاش باش يزيرك، جا باش يحميك. انت شرا ضر الله الا ما غديتيش البصر ديالك. اما حسن تصبر على غض البصر ولا تصبر على الشهوه انت كتشوف وما بغيش دير. ثاني حاجه كتجي واحد الوقيته غتكون جاتك كتبقى سيمانه جوج بلا ما ديرها، ها انت وعقلك ما كتبقاش راسك عليك ديرها. ما عرفتش واش الجسد كيبغي يرتاح ولا اش كيوقع في ديك الفتره، ولكن هاد الوقيته تغرى ما كتطولش وكترجع لك الشهوه. هنا خاصك تستغلها وتقطع ما حد القادر، ولكن انت لا قطعتي وبقيتي طالق عينيك غتعذب. يعني رجع لدينك، راه الله عارفك ضعيف حطوا لك باش يحميك. وصلنا للفقره اللي تعجبك، شنو يوقع لك الا قطعتيها؟ عقلتي فاش قلت لك هرمون الدوبامين ديال حاجه اخرى هي التحفيز، وعقلك والو خاصو يقلب على الدوبامين. ملي كتقطع ديك العاده كيحفزك تنوض تقلب على الدوبامين في حوايج اخرين، الخدمه لونطرينمون. والعجيب حيت هو تيقلب على الدوبامين اي خدمه ديرها يقول لي مركز معاك فيها باش يلقى داك الدوبامين. هذه اول حاجه تولي محفز تخدم ويزيد تركيزك. ملي حبستي عليه الاشباع الجنسي خاصو يدبر، غيولي يزعمك تدوي مع البنات وتلاحظ ما تبقاش ديك الحشمه. ولكن ما تزعمش، علاش؟ الا زعمتي حيت انت ما ولفتش كدوي معاهم وتكتشف انك فاشل مع البنات، وغيوقعوا جوج حوايج، غيولي غيرك ترجع للعاده، الا ما رجعتيش غيبدا يفكر ويولي ناجح مع البنات، وانت راه ماشي تتقلب تخلص من درب صغير باش تمشي لواحد كبر منك. ملي ما غترجعش للعاده وما غتزعمش على البنات غيبقى ليه حل واحد هو يتزوج. دابا حسيت بشحال من واحد فيكم يقول لي واك نتزوج دير لي رزقي. دابا خليني من الناس العاديين اللي كتعرف كيطلقوا
واجي نشوفوا المشاهير اللي كلشي كيعرفوه، غتلقى حاجه واحده مشتركه بيناتهم كاملين دوك اللي يطلقوا، ما كيتزوجوش بالنيه السليمه وما كيبنيوش على الاساس الصحيح، كيتزوجوا غير باش يحلوا داكشي اللي كان حرام. يعني ثانيا داكشي اللي كنتي باغي توصل ليه غاتوصل ليه، غاعزل واش بالحلال ولا بالحرام انت وجهك. ثانيا هرمون التستوستيرون باش كيزيد علميا بحاجه وحده هي تتبع الدوبامين الصحي. شنو هو الصحي وشنو هو الخايب؟ ترينيتي وعييتي وتعبتي طلعتي فورمه في الاخر الشهر، هذا دوبامين صحي حيت موراه مجهود. مشيتي جبدتي تليفونك درتي ديك العاده، هذا ماشي دوبامين صحي، ما موراه حتى مجهود. يعني دراسات علميه تثبت ان التستوستيرون كيزيدوا اتباع الدوبامين الصحي والعكس، وانت راك عارف ما محتاجش نقول لك شنو يطرى على زاد هرمون الرجوله عندك. رابعا فاش كديرها وكتنعس شنو كيوقع لك؟ والو، غا عقلك تيبدا ينتج داك الماني اللي ضيعتي، حتى من عقل يمكن الاخر كيتنتج في الخصيه. وراه اي عمليه في الجسم سواء بطريقه مباشره ولا غير مباشره المخ اللي مسؤول عليها. يعني ملي كتفرغ داكشي وكتجي تنعس كتقول لعقلك انتج لي داك الماني اللي ضيعت، وراني عييت في النهار شفي لي حتى العضلات معاه. جوج حوايج دقه وحده وكتولي ناعس 10 12 ساعه وفايق عيان، عكس ملي ما كديرش عقلك تيركز على يشفي العضلات بوحدو. نعس شويه وتنوض اليز. قبل ما ننسى عقلت على القصه خونا اللي كيقرر ما يديرهاش وفي الاخر دارها في الليل حيت كيسهر، وفي الغالب حتى كتعاني من هذا المشكل. داكشي علاش شوف هذا الفيديو باش تعرف الاغلاط اللي كدير ومخربقه لك نعاس. وانا نعاس يتقاد من حياتهم.